السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى اخوات؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي اتم صحة وافضل احوالكم. طبعا بحب اقول لك كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة. طبعا السنة دي اوشكت على الانتهاء والسنة الجديدة على الاعتاب. ان شاء الله تكون سنة سعيدة كده على الجميع يا رب، وكل اللي محققش حاجة في 2023 يحققها ان شاء الله. ان شاء الله في 2024 تكون سنة خير وجبر وفرح للجميع يا رب ان شاء الله. طبعا بحب اسلم على كل حبايبي واصدقائي واصحابي. بحب اشكر طبعا الناس اللي بتتواصل معايا ودايما معايا على الواتساب وبنسأل على بعض وبنعرف اخبار بعض. بحب طبعا اشكرهم على اهتمامهم. وانتوا طبعا وحشتوني اللي مش بيتواصلوا معايا. النهارده بقى ان شاء الله جاي لكم كده في فيديو جميل، يمكن انا عملته معاكم قبل كده. بس حابه يعني كده ايه، نعمل فيديو سريع كده مع بعض، الا وهو تخليل الليفت. طبعا الليفت جميل اوي الايام دي وشكله كده يفرح، وبجد هو بيجبرك تشتريه من شكله الجميل. طبعا انا جبت كمية لا بأس بها يعني زي ما انتوا شايفين كده. عايزين بس ندي نصايح في ستات وبنات مش بيعرفوا يشتروا الليفت. يعني ببقى واقفة جنب ست زيي تقول لي لو سمحت انا مش عارفة انقي الخفيفة انقي التقيلة، انه الحلوة اختار انهي. المهم احنا بنجيب التقيلة ما نجيبش الخفيفة. الخفيفة بتبقى فاضية من جوه، بتبقى زي السفنج كده بمعنى اصح، ما بتبقاش ناشفة. انا اجيب انقي التقيلة علشان يطلع قلبها ناشف كده شبه البطاطس. كده اتفقنا على تنقيته، والنقي طبعا طازة يبقى لونه كده جميل. طبعا انا قشرته وغسلته الاول من الطينة، كان في طينة كتير جدا. ولهم صل على حضرة سيدي محمد. خرطته كده بالطريقة بقى، خرطي بالطريقة اللي تحبيها، عايزة صغير عايزة كبير شوية عايزة طرنشات كده رفيعة شوية. التقطيعة دي حسب راحتك انتي. وهنحط له فلفل كده عشان يخليه سبايسي وحامي، ده طبعا اختياري مش يعني مش اجباري في الوصفة. ومعانا هنا بقى طبعا البنجراية الجميلة دي انا غسلتها طبعا، احط له البنجراية الكبيرة دي. والعروق ديت انا مش برميها، غسلتها طبعا نقعتها، غسلتها اكتر من مرة عشان هنا كده بيبقى فيه طينة في النص. غسلناها طبعا كويس جدا، كنت نقعاها. دي بطاطس برضو شارياها كده، كنت منزله عليها ميه لسه هغسلها. تمام، مش موضوعنا البطاطس، بس بقول لكم يعني بما انها كانت في الحوض يعني. طبعا معايا بقى البراطين بتاعتي. هبدأ اقشر البنجرايه واعملها كده طرنشات وارميها هنا على معايا على اللفت وارجع لكم تاني. حبايب قلبي، مسكت كده البنجرايه قطعتها كده طرنشات، اللي كانت كبيرة قسمتها 2، والفلفل قسمته 2 برضو عشان يطلع لي الحموة اللي فيه. يبقى اللفت كده سبايسي وحلو. مش حابة تحطي فلفل تمام، مفيش أدنى مشكلة. طبعا أنا هبدأ بقى في البراطين. عندي واحد أهو، وادي واحد برضو بلاستيك ازاز اللي يريحك. انا دول المتاحين في عندي تاني بس عامله فيهم ليمون. هبدأ بقى اخلط كل ده كده ماشي، وابدأ املى البراطين. وفي النص طبعا هحط العروق دي، او احط كده شوية في تحت، انزل بشوية تحت كده. المهم ان انا هغطي املاهم وارجع لكم تاني. حبايب قلبي مليت كده، جهزت طبعا كيس نضيف عشان اقسمه نصين واحطه على لما اجي اقفل. فتحت الملح ومليت هنا البولة. طبعا انا هفضي كيس كامل الاول، طبعا الكيس ده صغير
هحط معلقة سكر كبيرة هنا. السكر ليه بنحطه؟ علشان يبقى مقرمش معايا المخلل بتاعي. انا هحط كيس وشوية من الكيس التاني اهو، بس كده حلو قوي. اقلب بقى واشوف واحط معلقة السكر. وحبايب قلبي دوبت الملح، كان ناقص حاجات بسيطة بس. هبدأ بقى اخد كده بكوباية وابدأ انزل كده بالمحلول على المخلل بتاعي زي ما انتوا شايفين. تمام. اللهم صل على النبي. شكلهم حلو قوي. البراطيم اللي هي بودان دي تفكرني بوالدتي وجدتي رحمة الله عليهم. اتمنى بقى تدعي لهم كده بالرحمة والمغفرة. ممكن اعمل محلول تاني مفيش مشكلة، بس ممكن يعني مش هحط فيه ملح بقى زي ما كنت حاطه في ده، او ازود ميه، لان انا هنا حطيت كفايتي من زي ما انتوا شايفين كده من الملح. واحد خلاص اهو. حبايب قلبي خلاص تمام كده عملناهم اهو ما شاء الله. ملينا كده برطمانين بنخلي ما يكملش 20 جنيه، يعني كلام فاضي. وصلنا البطاطس القمر بتاعتنا هنا نضفناها. هنا بقى معايا كيس اهو قسمته. هبدأ بقى احطه كده، اطبقه نصين وابدأ اعدله كده واقفل اقفله بقى كويس. مش ممكن عشان ماسكه التليفون بايدي. طلعت شغلها الستاند اهو، نفس الكلام برضو في البرطمان التاني اهو. عملناهم كده بالجمال ده. تمام. هحطهم بقى في الطبق البلاستيك عشان لو نزلوا ميه. يلا بحبكم في الليلة، والفيديو عجبكم ما تنسونيش بلايك وشير واشتراك في القناة. مع السلامة.